الو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. يلا بسرعه بينا نعمل احلى طاجن تورلي مفيش بعد كده. طاجن العزومات احلى عزومه في رمضان. ينفع طبق جانبي، ينفع طبق اساسي، المهم نعمل احلى طاجن تورلي. يلا بينا بسرعه، بسم الله، ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه بسم الله هننزل في الحله بمعلقه سمنه، وبالظبط مجرد ما بتسيح بنزل فوقها بفصين 3 من المستكه. بالظبط كده. تمام، المستكة بتدي تستحل قوي للحمة وللخضار عموما، ويا ريت لو مستكة تكون يوناني. خلاص كده السمنة والمستكة ساحوا معانا تماما، ببدأ انزل بعد كده بقطع اللحم على نار عالية علشان نديها صدمة وتكون معانا كده جوسي وحلوة وقت الاكل وتحتفظ بالعصارة بتاعتها. بمجرد ما بتاخد لون ببدأ بالراحة بالسباتولا اقلبها على الناحية التانية عشان تاخد نفس اللون من الناحية التانية وتكون اللحمة كلها اخدت الصدمة. كده خلاص ببدأ بعد كده انزل فوقها بمية مغلية مش كتير، يدوبك بس كمية صغيرة علشان خاطر تستوي فيها على نار هادية. تمام، اهم حاجة نزود اللحمة بمية مغلية ابدا ابدا، مش بمية ساقعة. تمام، ببدأ بعد كده اغطي عليها نار هادية وبضيف معاها ورقة لورا وكمان فص حبهان. بغطي عليها تستوي على مهلها في حبة مية صغيرين، انا مش محتاجة كمية كبيرة من الشوربة. هنا الكوسة معانا، ببدأ انقي وحدات الكوسة حسب ما تحبي، لكن انا بحب انقي وحدات الكوسة تكون رفيعة بالشكل ده علشان ما تتهريش معانا وقت التقطيع وتكون مدية شكل حلو قوي. على ما اللحمة تستوي بنكون بنجهز الخضار جنبها علشان ما نضيعش وقت. وفي الحالة دي ببدأ ان انا اقطع الكوسة من الناحيتين، اللي هي الزوايد دي بشيلها، وبالراحة كده بالشوكة ببدأ اديها يعني خربشات كده بسيطة. تمام، خالص مش هديها اي حاجة بالسكينة، ايوه بالشكل ده مع بعض. بظهر الشوكة هنا في الوقت ده بشيل اي اتربة تكون مش تمام، رملاية اي حاجة، ببدأ اشيلها بالشوكة بالطريقة دي. كمان بتدي شكل حلو جدا وقت التقطيع، وبتديها يعني بتبقى ماسكة نفسها كده وبتبقى حلوة. طبعا بعد ما بخلص كمية الكوسة كلها بعد ما بعملها بالشوكة بالطريقة دي، بشطف الكوسة وبغسلها كويس جدا قبل التقطيع. اهم حاجة نغسل الكوسة كويس جدا قبل التقطيع. انا حبيت اقطعها بالقطاعة اللي هي الزجزاج دي مش بالسكينة عشان تدي شكل حلو كده، بصراحة يعني كان شكلها لطيف وقت الاكل، والعين بتاكل برضو قبل الفم. ويا سلام بقى لو عاملينها في عزومة زي طبق جانبي كده جنب الاكل، بتدي شكل بصراحة حلو وشياكة كده ولطيف. بحاول اقطعها كلها تكون حجم واحد علشان برضو تاخد تسوية واحدة بالظبط بالشكل ده وبالحجم ده. بس كده خلاص احنا قطعنا الكوسة تمام جدا. يلا بسرعة نبص على اللحمة ونشوفها استوت ولا الدنيا ازاي. اول ما بلاقي اللحمة وصلت لحوالي 80% من السوا، ببدأ في الوقت ده خلاص انا مش محتاجة اكتر من كده. شفتوا الشوربة معايا قلت ازاي؟ كده تمام جدا. ببدأ بعد كده انزل بفاصوليا خضراء. انا الحقيقة فاصوليا خضراء دي جبتها مجمدة من السوبر ماركت. مش مش هتفرق كتير في الحقيقة لو انت جايباها مفرزنة من السوبر ماركت، او فرزناها عندك في فريزر التلاجة، او لو حتى موجودة في الاسواق فريش. بس انا لقيت كام واحدة كده متقطعينها كبيرة، قطعتها بسرعة بالسكينة وتمام جدا. تشويحة بسرعة كده على السريع مع اللحمة بتظهر كده من لونها الاخضر زيادة وبتطلع نفسها حلو. ببدأ بعد كده بنزل البصل اللي انا مخرطاه جاهز معايا، برضو نفس الحكاية تشويحة ونقلب مع بعض. وكده كده كل ده اللي احنا بنعمله ما هو الا تأسيس للطعم. الاول اسسنا اللحمة عشان تدي نفس حلو بانها اخدت صدمة، بعد كده نزلنا عليها بالمية المغلية، بعد كده لما استوت حوالي 80 او 70% ببدأ انزل عليها بالفاصوليا الخضراء وبعد كده البصل. تمام كده خلاص تمام جدا بالنسبة لتشويح الفاصوليا. اهم حاجة واحنا بنشتغل دايما نستغفر ربنا ونذكر الله عشان ربنا ييسر لنا امورنا وبتبقى كل حاجة كده جميلة وسهلة على طول يا بنات. في الوقت ده حبيت ان انا اشوح الفاصوليا، او ان انا اوفر وقت التقليب بان انا اقلبها هز كده. ده بيحافظ على ان الخضار يفضل سليم معايا وما يتهريش خالص بالمعلقه او الاسباتولا اللي بقلب بيها.
وفي نفس الوقت بيتقلب كله وبيتشوح. بعد كده نزلت عليهم بالكوسة اللي قطعناها مع بعض من شوية، ونطرة صغيرة من الفلفل الأسود، يعني حوالي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبسرعة بقلب بالراحة، بسرعة بسرعة كده بهز بالحلة علشان أحافظ على إن الخضار معايا ما يتهريش. على ما أخلص تسوية يبقى أنا بقس طعم كويس، وفي نفس الوقت الخضار ما يكونش مهري مني. تمام. ببدأ أنزل بعد كده بجزر مكعبات، وكمان ببسلة خضراء. وبس كده ببدأ بقى بعد كده اقلب كل الخضار الحلو ده مع بعضه، سواء بالمعلقة او بالهز. حالنا نشوف مع بعض احلى طاجن تورلي مفيش بعد كده. بحاول اديله تقليبات بسيطة كده. طبعا طاجن التورلي الجميل ده جنبه كده شوية رز ابيض او رز بشعرية معمولين بالزبدة، يا عيني تحفة. ببدأ في الوقت ده انا معايا طماطم عاملاها صلصة في الفريزر، ببدأ انزل بيها على الخضار. لو ما عندكيش صلصة مسبكاها في الفريزر عادي خالص، عصير طماطم، بس طبعا كمية بتكون اكتر من كمية الصلصة دي شوية. ببدأ بعد كده انزل ببريكا والملح، وطبعا بعد كده بنزل بالمية المغلية. كده خلاص التورلي معانا داخل على انه يدخل في السوا تمام، طالما نزلنا بالطماطم وبالمية المغلية كده خلاص تمام جدا. لو عايزه تحطي فص توم ده الوقت المناسب جدا لانك تحطي فص توم لو انت من هواة ان الخضار يتعمل ني في ني. بياخد تشويحه حلوه قوي مع الخضار قبل الطماطم، بيبقى تحفه جدا ومطلع نكهه رهيبه. كده خلاص بسيبه بس على البوتاجاز على ما ياخد غلوه صغيره، وببدا بعد كده انزل عليه برشه صغيره من السكر عشان يعادل الحموضه اللي في الطماطم. وبعد كده بنزله في طاجن، وطبعا بدخله على فرن ساخن جدا. وببدأ ان انا انزل الشواية او الشبكة، سوري بنزل الشبكة في الرف الاقرب لتحت. تمام، علشان يساعد على التسوية اسرع، لان الطاجن طبعا بياخد حرارة او بياخد وقت على ما ياخد حرارة الفرن شوية. فاحنا عشان الاسرع والاحسن، مش هو مش رز بيستوي، ابدأ ان انا انزله تحت قرب النار. تمام، هنا الطاجن خلاص شغلنا الشواية واخد لون تحفة جدا. كده خلاص استوى معانا وبقى زي الفل. وهنا الطاجن طلعناه من الفرن بسلام. احلى طاجن تورلي في الحياة، حاجة كده تحفة وحلوة قوي في اوقات البرد، وحلوة قوي لو احنا في الصيف. طاجن تورلي صديقنا دايما في العزومات، وصديقنا دايما على سفرة رمضان وفي اي سفرة الحقيقة. احلى طاجن تورلي هتعملوه طبعا بايديكم الحلوة. اتمنى لو بتشوفونا لحد هنا لايك وشير وكومنتات حلوة كتير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. دمتم في رعاية الله وامنه، ربنا يستر بيوتنا دايما يا رب، ويعدي الازمة دي على خير. في رعاية الله، باي باي.